بیران و ئازانی خۆشەویست لە ئەڵلقەیەشی تری بەرنامەی بەبوێری لەگەر بەڕێز سید ئەحمەد قەبانچی باس لە تەورەیەشتر دەکەین. ئەویش تەورەی پەیوەندی نێوان ئاین و ڕەوشت یاخود ئەخلاق بۆچی لە کۆمەلگا شەرقیەکاندا هەمیشە درۆکردن یان دزیکردن یان فسادی ئیداری وەک ئەوەی کە ئێمە بینین لە عێراقدا لە پلەی یەکدایە. ئاخۆ پەیوەندێک هەیە لە نێوانی ئاین و فەسادی ئیداری. ئەخۆ ئاین لە خزمەتی مرۆڤدانیە بۆی مرۆڤ لەم کارانە دوورخاتەوە. بۆ گفتوگۆکردن دەربارەی ئەم بابەتە میوانداری بەڕێز سيد أحمد قبانشي ما كله. نرحب بكم وأشكرك لحضورك مرة ثانية. من المعلوم هناك يعني علاقة وثيقة بين الأخلاق والدين، وكليهما يهدفان الغرض منهما لتكامل الإنسان المعنوي وتحسين الوضع الاجتماعي للمجتمع. ولكن في مجتمعاتنا أو مجتمعات شرقية بشكل عام والعراق ترجع أخلاقيا مع التشدد الديني. فالعراق في المرتبة الأولى، نحن نعرف في الوثائق المنظمات. فإذا الفساد الإداري المالي ونلاحظ انتشار الكذب والسرقة والاختلاس، اختلاس الأموال الدولة أو القتل، يعني تتزايد يوم بعد يوم. يعني أيهما الأصل، الدين أم الأخلاق؟ يعني أيهما خادم للآخر؟ هل الدين جاء لخدمة الأخلاق أم بالعكس؟ أحسنتم. بسم الله الرحمن الرحيم. أشكركم وأشكر القناة المحترمة على إجراء هذا اللقاء. موضوع مهم جدا وشائك ومعقد، كثير دراسات الآن في الغرب في فلسفة الأخلاق. للأسف ما عندنا إحنا يعني أطروحات تنظير فلسفة الأخلاق. يعني الغالب أو كل اللي يتحدثون في فلسفة الأخلاق من منظار ديني، يعني النصوص دينية على المنابر، صلاة الجمعة، هذا موجود. كتب مثلا هي أخلاق دينية، يحتاج أن يعني إذا نريد نهضة أخلاقية. كثير من علماء الأخلاق يعني بمعزل عن الدين. يجب تأسيس أخلاق مدنية، سواء حتى عند اللاديني يحتاج أخلاق. نعم. المجتمع يحتاج أخلاق. الدين عادة هناك نصوص كثيرة دعم الأخلاق. النص النبوي المشهور إنما بعثت لأتمم مكارم الأخلاق. في الصدر الأول للإسلام كانت هناك أخلاق عرفية، قبائل، أخلاق قبلية. فجاء الدين لتقوية الأخلاق وارتفاع بالمستوى الأخلاقي، وهذا واضح كان بعد الدعوة الإسلامية. واضح أن أخلاق الناس تحسنت. يعني من هالمنظار أن أهم عمل قام به الأنبياء في المجال الأخلاقي أنهم ربطوا الأخلاق بالله وربطوا الأخلاق بالآخرة. في السابق عن الأخلاق العرفية والأخلاق القبلية، هذه ما كانت مربوطة بالأخلاق بالعالم الغيب وبالله. يعني يمكن الإنسان فقط القبيلة تفرض عليه أنه لا يسرق، أما يمكن يسرق من غير قبيلة. حالات النهب والسلب، الغزو، عندهم هذه فشي ليس فقط حلال، يعني فشي مفخرة يعني. وهكذا كثير من الأخلاق السيئة يمكن أن تكون يقيم بها الإنسان خارج إطار القبيلة. الإسلام والأنبياء جاءوا ربطوا هذه الأخلاق بالله. يعني انطوا الأخلاق ضمانة وديمومة وعمق.
تكريس الأخلاق في واقع الإنسان. يعني بعد إذا أنت الشخص وحده ما يسرق ما يكذب، ليش؟ لأنه يقول إذا أنت كذبت الله ما يرضى عليك، الله يذبك بالنار، عقاب أخروي. إذا أنت كنت صادق أمين مثلا شجاع متقي وما مثلا الرذائل الأخلاقية تجتنبها، هذه الله ينطيك الجنة. هذه صارت الأخلاق عندها عمق في واقع الإنسان وفي نفسه. هذا معنى أن إنما بعثت لأتمم مكارم الأخلاق، يعني أتممها ليس الإتمام الكمي، بل أعمقها. والإنسان وحده بدون أنه إطار قبيلة أو بدون أنه يفرض عليه العقل ضعيف أمام المطامع والنفسانية. يمكن أن العقل يقول شيء مثل لا تسرق، لكن الإنسان لرغبته أو شهوات يسرق ويزني ويعتدي على الآخرين. هذا الأنبياء دورهم في المجال الأخلاقي دور مهم جدا وعظيم، ربطوا الأخلاق بسلسلة قوية في عالم الغيب. لكن هذا المعنى الآن أيضا لا يكفي. هناك الآن أخلاق اجتماعية، أخلاق وجدانية، أخلاق براجماتية، هناك فلسفات عديدة للأخلاق. بالنسبة للسؤال اللي طرحته أنه ياه الأصل، هل الدين هو الأصل أيها الخادم؟ يختلف باختلاف الأشخاص، يعني باختلاف الشخص الديني يرى كل شيء من زاوية الدين، يعني رغبته وهدفه الحصول على الجنة، فإذا الأخلاق تكون في خدمة الدين. كل هدفه يحصل على الجنة وأرض الله والجنة والنجاة من النار. هذا الهدف الديني، فكل شيء مسخر لخدمة هذا الهدف، هذه الغاية الدينية. فإذا الأخلاق تكون تابعة للدين. الأصل في الإنسان الديني يكون هو الدين والأخلاق تابع. أما عند العرفاء مثلا أو عند الشخص الغير ديني، العرفاء يقولون أن المهم الآن في الدنيا إنسان يكون كامل، إنسان يكون نزيه عن الرذائل، سواء حصل الجنة أو لم يحصل. وهكذا الإنسان اللاديني عنده أخلاق، فالأصل هو الأخلاق. العرفاء يذهبون أن الإنسان يجب أن يكون نزيه حتى لو لم يكن جنة ونار. فالفضيلة الأخلاقية هي الأصل، والدين يكون شنو؟ تقوية للأخلاق. فالدين يكون خادم للأخلاق، يعني الإيمان بالجنة والنار خادم لأن يكون إنسان نزيه وصاحب فضيلة. سمع سيد، أنت تقول هناك أخلاق دينية وأخلاق اجتماعية وأخلاق يعني وجدانية، يعني أيهما أصل وما هو يعني المعيار للفعل الأخلاقي؟ يعني هل هو الدين أم هو الوجدان أم هو العرف؟ يعني يختلف باختلاف الأشخاص كما قلت. وبعدين الإنسان يمر في حالة تكامل. بالبداية طبعا أخلاق عرفية، يعني بداية الطفولة، لكن مثلا عندما يتكامل ويكون إنسان متدين يكون أخلاق دينية، يعني الهدف الجنة والنجاة من النار. الأهداف الوجدان الأخلاق الوجدانية تقوم على أساس أن العمل والفعل الأخلاقي ما يحتاج بعد غاية رضا المجتمع. هاي الأخلاق الاجتماعية أو العرفية رضا المجتمع، حتى لا يغضب المجتمع، لا يغضب الأب والأم. هذه الأخلاق العرفية يكسب رضا المجتمع، هاي المعيار. الأخلاق الدينية يكسب رضا الله والجنة. الأخلاق الوجدانية كما يقول فلاسفة الأخلاق أن الخلق الوجداني أو أصلا أساس الأخلاق قائمة على أنه الغرض في ذاتها. يعني أنت إذا تنقذ طفل من الغرق
أو من الحرق، ما تفكر أنه تحصل ثواب أو تحصل جائزة من والد الطفل أو كذا. الهدف إنقاذ نفس الطفل، إحياء الطفل، هو هذا كافي. الغرض يكون في نفس الفعل، لا يكون خارج الفعل. إذا يكون خارج الفعل يعني مصلحة شخصية أو مصلحة اجتماعية أو جنة أو كذا، هذا أصلا أساسا كانت وعلماء الأخلاق بريتسون الفيلسوف الوجداني الفرنسي يقول أساسا هذا ليست بأخلاق. يعني الأخلاق الدينية هي ليست أخلاق بالمعنى الصحيح، هي تجارة. إذا إنسان يطلب الجنة من خلال الصدق ومن خلال الأمانة والوفاء وكذا، هذه تجارة. والإنسان يخاف من النار، ما يكذب، ما يقتل، ما يسرق، هذه أخلاق العبيد. كما يقول الإمام علي عنده كلمة في العبادة يمكن أن تفيدنا في هذا المجال، أنه يقول: ما عبدتك خوفا من نارك ولا طمعا في جنتك. أو في حديث آخر يقول أن جماعة عبدوا الله خوفا من النار فتلك عبادة العبيد، وجماعة طمعا في الجنة عبدوا الله فتلك عبادة التجار. هذه فلاسفة الأخلاق وعلى رأسهم كانت يقول أساسا هذه ليست بأخلاق. الأخلاق الصحيحة والواقعية فقط بهذه الكلمة: خروج عن الذات، حب الغير فقط، تعامل الإنسان الآخر ليس كوسيلة، كإنسان، عامل الإنسان كشخص. في الأخلاق عموم الأخلاق الاجتماعية والدينية يعامل الشخص كوسيلة لنيل الثواب. يعني أنت تقول أن يعني الأخلاق نسبية، وهذا يعني مرفوض من قبل علماء الإسلام هم. يعني في جانب أخلاق نسبية، لكن الأخلاق الوجدانية، الوجدان لا يتغير من شخص لآخر. الوجدان البشرية عندها ثوابت ومبادئ. يعني كل العالم يقول بحرمة السرقة أو حرمة الغش أو القتل البريء. هذه الأخلاق النسبية يمكن تأتي في الأخلاق الاجتماعية. يعني فلاسفة الأخلاق كثير منهم لا دينيين، لكن هذا ليس أخلاق دينيا. يعني الدين هم يعني يقول بأن الكذب والسرقة هذه كلها الأفعال يعني سيئة وليست يعني صالحة للإنسان. صحيح، بس المعيار يختلف، المنظار يختلف. في الأخلاق الاجتماعية يكون نسبية ويمكن تختلف من مجتمع لآخر. لكن الأخلاق الوجدانية اللي نحن ندعو لها والأخلاق الدينية، رجال الدين لا يقولون بالنسبية، يقولون أنه أخلاق مطلقة. يعني دائما هو الكذب حرام والغش حرام والسرقة حرام والخيانة حرام. فقط هذه في الأخلاق العرفية يمكن من عرف لآخر يختلف. يمكن أقول بالنسبية للذين يقولون بالأخلاق الاجتماعية. الأخلاق الاجتماعية نحن العرفية أيضا نحن نؤيد هذا، لكن كمرحلة. يعني مرحلة يأتي الإنسان مثل ما يقول فرويد الأنا الأعلى. الإنسان يتكامل، طفولة فقط الأنا موجودة، لكن تدريجيا تبرز الأنا الأعلى اللي هو الأنا الاجتماعية. فالإنسان يجب أن يخضع للأنا الاجتماعية، يخضع للأخلاق الاجتماعية. هذه في مرحلة تكاملية جيدة. الأنا الاجتماعية تفرض على الأنا الفردية قيود، أنه يحترم المجتمع، يحترم الآخرين، ما يعتدي عليهم. هذه أخلاق ضرورية، ولهذا حتى الإنسان اللاديني عنده أخلاق يمكن أحسن من الأخلاق الديني. لماذا؟ لأنه هو الأنا الاجتماعية تفرض عليه أن، لكن هاي كمرحلة. حتى الأخلاق الدينية كمرحلة مقبولة. إنسان خوفا من النار وطمعا في الجنة لا يكذب، لا يسرق، لا يغش، لا يختلس. لكن الآن عندما نتجاوز هالمرحلة نشوف هاي الأخلاق الدينية
تصير عائق أمام تكامل الإنسان. ولهذا نشوف حتى المتدينين الآن في البلدان الشرقية أكثر الناس سوءا في الأخلاق. في العراق مثل ما تفضلت أنه الاختلاس والنهب وسرقة الأموال العام والغش والخيانة يعني أكثر. شوفوا مثلا اليابان ما تلقاها هالموارد، يعني ما عندهم جنة ونار، ولكنه لا يغشون لا يسرقون. شوف صناعاتهم، شوف شركاتهم، تعامل بالأمانة بالصدق. هذه الأخلاق. لكن الإسلام هم يحرم يعني الأفعال طبعا السرقة، يحرم، لكنه الأخلاق. احنا نشوف ظاهرة اجتماعية. المتدينين في البلدان الإسلامية مع أنه قرآن وسنة ومجالس وخطب جمعة ومواعظ، لكنهم مع ذلك أسوأ الناس أخلاقا بالنسبة للمجتمعات الغربية والمجتمعات. في اليابان مثلا كل الناس اللي يروحون للغرب يشوفون أخلاقهم أحسن، حقوقهم أحسن. هذه معناته أنه هذه الوصفة، هذه النسخة مال الطبيب الجنة والنار الآن أصبحت بلا مصداقية، يعني ما بها فائدة. فإذا يجب أن نتعلم ندرس كيف هؤلاء مثلا في الغربيين أو في اليابان بنوا الإنسان الصالح، بنوا المجتمع الصالح بلا جنة ولا نار. الجنة والنار مرحلية يمكن مفيدة، لكن الآن مثلا هي الجنة تساعد على الإرهاب. يعني الإنسان يفجر نفسه لأنه يروح يتغدى مع رسول الله. هذا لو ما عنده جنة ونار هذا ما يقتل نفسه، هذا بدافع ديني وبدافع عن الحصول على الجنة صار إرهابي. فإذا هذه نسخة الطبيب أنه جنة ونار يكون رادع. الآن عملا، الآن 100 سنة عملا نشوف ما صارت رادع. الزنا والتفشي الرذيلة كلها موجودة في مجتمعاتنا. فإذا يجب الانتقال من الأخلاق الدينية يعني كمرحلة مفيدة، لكنه لا تكفي. يجب الانتقال إلى الأخلاق الوجدانية. الإنسان يصل وجدانه يصير قوي، هو بنفسه يمتنع عن الرذائل ويسلك طريق الفضائل كما يدعو إلى ذلك العرفاء. تقوية الوجدان الأخلاقي والوجدان الإلهي هو المانع، ليس الجنة والنار. يعني جنة والنار فكر يعني للأطفال وللعوام الناس يمكن صالح، لكنه الآن ثبت أنهم يمكن المتدين يقوم بأعمال أقبح الأعمال، مثل هذول المتدينين وزراء إسلاميين، أحزاب إسلامية يختلسون المليارات، لكن يحتالون. يعني الأخلاق الدينية فيها مجال الحيلة والالتفاف، ويصير فشي شرعي يختلس مليار مثلا دولار ويوجهه توجيه شرعي. أما صاحب الوجدان حتى لو كان مع سني شيعي مسيحي أو لا ديني وذا وجدانه قوي، هو ما يختلس من المال العام. بعد ما يحتاج أنه نصوص دينية تقول له لا تسرق. شوف هذا ما تفيد، يعني ما مصداقية ما عندها في المجتمع. يعني أنت لا تقبل الأخلاق الدينية، ومعلوم أخلاق يعني جابها مثلا الإنسان، حولت الإنسان العربي مثلا في ذاك الزمان إلى إنسان مثلا صالح، ويعني بنت مجتمع والحضارة. فما هو الإشكال يعني إذا كان مثلا الشخص سحب الأخلاق بسبب الخوف من النار، أو مثلا طموح يعني الجنة، يعني ما هو الإشكال؟ هذا يعني ليس دافع لكي إنسان مثلا يتحسن الإنسان يصلح الإنسان من الأفعال يعني المكروهة أو صحيح بالضبط. في صدر الإسلام الأخلاق الدينية أفضل من الأخلاق القبلية، كما قلت أنه فتشي عظمة الأنبياء هنا تكمن أنه ربطوا الأخلاق العرفية بالله وبالجنة والنار، يعني رفعوا المستوى. لكن الآن أقول أن هذه مرحلية، لا أخالف كل الأخلاق الدينية. الآن نحتاج يعني الإنسان لما يتكامل والمجتمع لما يتكامل يحتاج إلى أخلاق من نمط آخر. في
صدر الإسلام طبعا هناك صارت نقلة نوعية بالنسبة للإنسان المسلم، صار عنده أخلاق في يعني تكامل أخلاقي من أخلاق قبلية وعرفية مثلا إلى أخلاق دينية. لكن السؤال احنا نشوف الآن في مجتمعاتنا هذا لا يكفي. شنو السبب؟ لأن الثقافة القديمة كانت تستدعي أخلاق دينية، يعني جزء هاي الثقافة الدينية والأخلاق جزء من الثقافة القديمة، كلها منظومة واحدة. هذه المنظومة الواحدة الأخلاق فيها نابعة من التكليف، يعني هو الله يكلفه أنه يصير صادق، يصير التكليف. ذاك الوقت الإنسان كان يعيش كعبد، والعبد يستلم تكليفه الشرعي والأخلاقي. الآن انتقل الإنسان إلى من إنسان مكلف وعبد إلى إنسان حر ويبحث عن حقوقه. هذا المعنى يجب أن نجعل أخلاق متجانسة ومتطابقة مع الفكر الحديث، مع الثقافة الحديثة، يعني فصل الأخلاق عن الدين. هذا يعني هو العلمانية مو فقط فصل السياسة عن الدين، هذه وجه البارز، لكن أيضا فصل الأخلاق عن الدين. يجب دراسات أخلاقية، ويجب تربية المجتمع أو الأطفال على أخلاق وجدانية، بعد ما يحسب أنه هذا الله كلفه وإلى جنة ونار. يعني شنو؟ يعني إذا قلنا أن الجنة والنار هي مثل ما تفضل، شنو المانع؟ أنه في الجنة والنار الأنا تتوسع، الأخلاق الصحيحة الوجدانية كسر الأنا في خدمة الآخرين، هذا الفرق. سوف نعود إليك بعد فاصلة قصيرة. بلان أزاني خوش ريز دوينا ورجي كورتو وقرينا ولاتان.